السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ويعود عليكم الايام بخير وسعادة، ونشوفكم في احسن حال يا ناس يا طيبين يا اللي واقعين في غرامكم سنين. طيب يا سيدي شكرا كفاية. نخش يا صاحبي. تعال اقولك يا صاحبي على الحاجة اللي هتخليك تربي في بولة. ايوه يا صاحبي، زي ما بقولك كده والله العظيم. راجل من غير حلفان ما باين على وجهك. من قديم الازل واحنا بنقول ما ينفعش تربي في بوله، وللاسف اي حد اول مره يربي بيجيب بوله ويحط فيها سمكتين حجمهم اكبر من البوله، ويقولك السمك بيموت بسرعه. انت بتتكلم جد؟ خلينا نقول اهم حاجه في اي حوض لازم تهتم بيها هي الفلتره، وعشان ان البوله ما ينفعش تحط فيها فلتر فبقت ما ينفعش تربي فيها. ان اغلب اللي بيبدا يربي بيروح للفانتيل، وهي سمكه حجمها كبير فمش هينفع تتحط غير في حوض كبير ومناسب لحجمها. يعني انت بالنظر كده يعني يا صاحبي مش محتاجة حاجة يعني. احنا هنا جينا وقلنا نحلها ازاي. نعمل بقى الفلتر اللي محير الناس ده. تعالى بقى اقولك يا صاحبي بيتعمل ازاي. اول حاجة هنجيب القطعة دي جزء من فلتر، ممكن تبدلها باي علبة على نفس الشكل ده، ونعمل لها فتحة من قدام زي ما انت شايف كده، ونحط يا صاحبي من جواها قطعة سفنج تكون المسام بتاعتها واسعة على قد ما تقدر. حاجة معانا دي حتة خرطوم كده هنخليها على نفس التانية دي بولعة ونظبطها يعني كده. تالت حاجة معانا المضخة الصغننة دي، ممكن تجيبها من اي محل سمك زينة عادي. رابع حاجة معانا ده بازلت اسود جرش يعني برضو، ممكن تجيبه من اي محل سمك زينة. هنلزق يا صاحبي حتة الخرطوم زي ما انت شايف كده، وبعدين هتركبها في السفنجة. انا هنا رابط حتة السفنجة من تحت باستك عشان تبقى مقفولة. بعد كده هنحط البازلت في العلبة ونركب حتة السفنجة، وحتة الخرطوم هتبقى من بره زي ما انت شايف كده. وهنا صورة قبل وبعد، وهنا الفلتر بعد ما اشتغل شوية وصفى المية على الاخر. طبعا مش هقولك لو عجبك الفيديو متنساناش في اللايك والاشتراك والشير يا حب.